عادي، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. يعني مساء الخير. بس انتوا اللي اتصلتوا بيا والله. بجد؟ انا ما اعرفش اتصل بيك على فكره. طب انا بس هقول لك حاجه، احنا طبعا يشرفنا نتصل بيك، لكن احمد عويس اللي انت اتصلت بيه وقلت له خليهم يكلموني فكلموه. احمد عويس اللي انت طب خلاص شكرا. مساء الانوار. مش مشكله مين اللي كلم مين يعني. مساء الخير يا باشمهندس. مش مشكله مين اتصل بمين، لكن هو قالوا لي كده، لكن احنا يسعدنا. احمد عويس اللي انت اتصلت بيه ما حصلش هذا الكلام. ما حصلش، انت كلمته. يبقى احنا اللي كلمناك، يا كابتن. يا مدحت بيه انا تحت امرك. قول لي بقى، انت مش موجود في المنصوره النهارده ليه؟ لا ما انا معلش احنا يعني مش بالضروره ان احنا نروح المنصوره عشان نخلص اجراءات. الاتفاقات انتهت وكل شيء تم، والمفاوضات كانت شاقه جدا واستغرقت لها يجي شهر وشويه. مظبوط. والصبح كنا بنحضر الشيكات، وانت تعلم ان هناك اكثر من صفقه في انتظارنا، فاحنا اللي بنطمن عليها بنقلب الصفحه. وموجود انا والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن هادي، كان عندنا غرفه عمليات النهارده عشان نشوف اللي بعديها. طيب جدو، بالنسبه لنا مش مساله ان احنا يعني السفر الى المنصوره مش هو اللي هينجز. مش هو، انا فاهم طبعا، انا فاهم من احنا اتعودنا دايما الكابتن عدلي بيبقى موجود في اي حته يعني. طيب بالنسبه لجدو، حضرتك مضيته ولا هيجي لك بكره يمضي؟ ما هو يعني هناك طالما ان كان في، انا سمعت ان كان في مداخله من النائب محمد صلحي. والراجل اعلن ان هناك اتفاقات تمت. ولكن يعني عندما يعلن صاحب الشأن ماذا تبقى لنا يعني. خلاص، هو طبعا الامور ماشيه في اتجاهها، وباذن الله يعني تخلص على خير باذن الله. طيب في جديد عندنا يا كابتن عدلي؟ في جديد باستمرار، في جديد يا كابتن. طب ما تدينا حاجه حلوه من حاجاتك الجميله. انتوا بتعرفوه ساعه ما بيتم. اصل بص يا كابتن مدحت، عشان تبقى يعني دي برضو تبين لك يعني ان انا ما بوصلش لحد، ان انا لا متلهف ان انا اقول اخبار اقول لك على اللي هيحصل، لكن انا عمري انت حبيبنا يا كابتن عدلي، انت حبيبنا. هم والله العظيم اقسم لك بالله هم اللي قالوا لي كده، وهحاسبهم على اللي هم قالوه. لا هحاسبهم. فانا بعتذر لك، لكن احنا عشان اقول لك مساء الانوار، احنا اللي بنسعى اليك دايما يا كابتن عدلي، وانت بالنسبه لنا المكسب، دخولك علينا مكسب لينا. قول لي بقى ايه الجديد يا كابتن عدلي؟ لا الجديد هو ما اللي هيحصل. طب ما تقول حاجه كده. الجديد اللي هو هيحصل باذن الله في التوقيت المناسب يتعرف. طب في حاجه من بره مصر يا كابتن عدلي؟ نعم. في حاجه من بره مصر؟ احنا شغالين طبعا بره مصر. بره مصر بقى هي دي المعضله، لان الحقيقه يعني انت بتعتمد على اختياراتك على ايه؟ على توصيات من الناس بيبعتوا لك ماتيريال، يعني DVD، ماتشات، لقطات، هايلايت، تخش على النت تتفرج على حاجه. كل ده بصراحه يعني لا يضمن لك لاعبا جيدا. بالظبط. يعني اليات البحث عن اللاعبين دلوقتي بقت المعايشه مهمه جدا جدا جدا، انك تشوفه خلال اداء في ملعبه، تشوف سلوكه، تشوف تقبله للتحكيم، زمايله بيعمل معاهم ايه، اناني مش اناني، عصبي مش عصبي. كل الحاجات دي بتنجح وتفشل اللاعب بعد ما بيجي لك. ولذلك اصبحت ظاهره اللاعبين الاجانب ان ما انتش عارف مين اللي هيوفق ومين اللي مش هيوفق بصرف النظر عن قيمته الفنيه. بس في اسماء بتبقى كبيره جدا عشان نحاول نطمئن يعني. هتاخد مننا شويه وقت. ده اكيد. وفي لعيبه كبار لو جه وقلت له انزل الملعب يقول لك لا، ما انا ما بنزلش الملعب، وده اكيد برضه في حاجه ثانيه. بتبقى بالظبط. لذلك يا كابتن مدحت ومعاك الغزال ومعاك الكابتن الكبير محمد ابو جريشه. نعم. يعني الناس لازم نتبنى تغيير آلية العلاقة مع اللاعب الأجنبي. لازم نبقى زي أوروبا، إن إحنا نسمح للأندية بعمل أكاديميات، وإن هم ياخدوا مجموعة من الناشئين صغار السن الموهوبين يتعهدوهم بالرعاية دون أن يفقدوهم، لأن اتحاد الكرة بيقول لك اللاعب
انت ليك 3 واي لاعب مش مقيد يبقى فري ترانسفير، يروح الحته اللي تعجبه بالظبط. فبتكون النتيجه انك ما بتعرفش تجيب لعيب تخليه عندك 2 3 وما تأيدوش، لانك مهدد انه يمشي في اي لحظه. صح صح. اصبح الان في ظل التنافس شديد جدا، وخصوصا في دول اوروبا بتاخد المواهب اول باول، مش سايبه لك حاجه. لابد ان احنا نشتغل زيهم. لا ودي اثمان ثانيه. لماذا لا يسمح للانديه بعمل اكاديميات؟ احنا سايبينها دلوقتي بقت مشاريع خاصه، ونرجع نشتريها من المشاريع الخاصه. طب ما انتوا عندكم اكاديميات، مش انتوا عندكم كابتن عادلي؟ منتشره في كل حته. موجود عندكم اكاديميات الاهلي؟ اكاديميات للمحليين، لكن للاجانب لا. لا بس ده مشروع، يعني مثلا عندك وادي دجله عندها اكاديميه. اللي هو كان الترجي التونسي عمل حاجه كده. الترجي التونسي كان عمل قول يا كابتن نفس عادل. الفكر اللي بيقوله المهندس عادل. اتفضل يا كابتن. هقول تاني. هناك فارق بين الاكاديميه للمحليين ودي فيهاش فيها مشكله. لكن اكاديميات الاجانب لو جبت انا مجموعه من الاجانب وما ايدتهاش في القائمه بتاعتي، وطبعا مش هقدر ايدهم ليا 3 فقط، يبقى كل اللعيبه دول بحكم اللوائح في الاتحاد المصري من حقهم يمشوا في اي لحظه. اوكي، بس انت بتعمل لهم عقود وتسوقهم. مهما عملت عقد. العبره بالقيد. العبره بالقيد بالظبط. العبره بالنسبه للاتحاد المصري يقول لك اللاعب الغير مقيد يمشي. بس انا هقول لك حاجه يا كابتن عادل. تعديل نتبناه. انا هقول لك حاجه. عارف كابتن ابراهيم، كابتن صلاح، وادي دجله عامل اكاديميه ماسكها واحد من اشهر الناس اللي بيشتغلوا في المساله دي، راجل اجنبي يعني. بس انا الاسم مش حاضر عندي دلوقتي. اكاديميه ارسنال، وجاب اكتر من 30 ولد ما بين مصريين واجانب على ما اتصور، وهو بيسوقهم، عامل لهم عقود بشكل او باخر. اللي بيفيدوا في نادي وادي دجله بيفيدوا، اللي ما بيفيدوش بيسوقوا، بيبيعوا بيسوقوا. لكن الكابتن عندي وجهه نظر ان هو النادي ممكن يستفيد بيهم، لكن دي هتصطدم بعدد الاجانب. اكيد. كابتن عدلي، مليون مبروك الصفقات الجميله اللي انت اكيد مهندسها، وسعداء ان احنا اتصلنا بيك وساعدنا بالمداخله دي يا كابتن. متشكرين يا كابتن مدحت، وكل التوفيق. ونرجع لكاس العالم اللي محيرنا، مش عارفين نستمتع. مين هياخد كاس العالم؟ مين هياخد كاس العالم؟ يعني انا مع الكابتن محمود بكر اللي سمعته دلوقتي بيقول نقدر من الدور التالي نبتدي نتكهن، مع ان هو بيعرف كل حاجه من اول دقيقه. ايوه هو واضح. القوه التقليديه بتعبر عن نفسها بقوه. بالظبط. يعني ما زالت الارجنتين هي الارجنتين، وما زالت البرازيل هي البرازيل. حتى اسبانيا اللي تعثرت بتكشر عن النيابه النهارده. البرتغال يعني ادهشتنا جميعا. فالقوه التقليديه. لكن طبعا فرنسا يعني مع الاسف صدمه. مع الاسف انجلترا بتترنح. المانيا تعثرت لكن ما زالت قوتها كامنه فيها. ايطاليا بقى كالعاده تتسلل بهدوء كده وتفاجئك انها في الادوار النهائيه زي المونديال اللي فات. هولندا يا باشمهندس، هولندا دي تظل يعني بتفكرني بحلاوه الكوره، وان الناس اللي بتلعب الكوره بستايل حلو جدا. مظبوط. يعني نقدر نسميه الاسماعيلي لو جاز التعبير. انما هولندا عندها مشكله بقى ثانيه. يعني الاسماعيلي نفسه اطول شويه من هولندا. يعني ما تيجي تشوف عدد البطولات اللي خدتها هولندا مش هتلاقيها غير في بطولات اوروبا وزمان. مظبوط. لكن تظل واحده من ارقى الدول التي تلعب كره القدم، لان هم بياعين الورد. هم احلى ورد في العالم، الورد الهولندي. بس انا بتهيالي يا باشمهندس هولندا مع ارن روبن هيبقى ليها شكل اقوى. طبعا أقوى. طبعا بمجرد ما يلعب على طول روبن هيبقى ليها وضع مختلف. نتمنى ان الناس اللي ليها، اصل ما زال النجوم يا جماعه ليهم روعه في الملعب. بالظبط كده. يعني الجماعيات احنا طبعا هي اللي بتسود العالم، والتكتيك هو اللي بيفرض نفسه، والقوه والسرعه. ولكن لما بيجي واحد او اثنين جوه في وسط القوه والسرعه والتكتيك بيدوا رونق. فنتمنى ان هولندا تستمر اطول وقت، ونتمنى ان ايطاليا لا ايطاليا انا ما بحبش كلها. عنيف اسبانيا والبرازيل والارجنتين والبرتغال وهولندا. انا معاك، يا رب يكملوا ان شاء الله. ومساء الانوار.